السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم ما جيتش نهضر لكم على فضيحة جديدة، ولكن جيت نهضر لكم على محاولة إسكات صوت الحق. بزاف منكم لاحظوا غياب بعض الفيديوهات، وبزاف كيسولوا علاش المشاهدات نقصات. الحقيقة هي أننا ولينا كنزعجوهم ملي كتحلل وتفضح التمثيل وتكشف الكواليس اللي ما بغاوكمش تشوفوها. كيحاولوا يضربوا القناة بحقوق الطبع والنشر، ولكن واش الحقيقة كتموت بإنذار؟ اليوم غادي نكشف لكم علاش برامج الواقع كتخاف من التحليل الحر، وشنو هو الرد القانوني ديالنا. معركة الوعي ضد التمثيل. ملي كنهضروا على برامج بحال لالا العروسة أو دار العرسان، حنا كنهضروا على محتوى كيدخل بيوت كاع المغاربة، ومن حقنا كمتابعين وكصناع محتوى أننا ننتقدوا ونحلوا. القانون المغربي وقانون يوتيوب كيعطينا الحق في النقد والتعليق. ملي كنقولوا هاد اللقطة سيناريو أو هاد التصرف غير لائق، حنا كنمارسوا حقنا في التعبير. علاش هاد البرامج كتهرب من النقد؟ واش حيت عارفين باللي الجمهور فاق وعاقب التمثيل؟ علاش قناتنا مستهدفة؟ قناة قضايا مغربية 24 حققت أرقام خيالية في وقت قصير، أكثر من 800 ألف مشاهدة، وهذا الشيء كيشكل خطر على الاحتكار ديال المعلومة. هما بغاوكم تفرجوا وتصفقوا بس، وحنا بغيناكم تفرجوا وتحللوا وتفهموا. الإنذار اللي وصلنا هو وسام شرف، حيث كيعني أننا وصلنا لبلاصة كتحرقهم، ولكن من هنا الفوق غادي نكونوا أذكياء أكثر. ما غادينش نحتاجوا لقطاتهم باش نفضحوهم. صوتنا وتحليلنا أقوى من أي فيديو. كيفاش غنكملوا المشوار؟ من هنا الفوق قناتنا غادي تولي منصة للنقد القانوني والاجتماعي. غادي نركزوا على قضايا المشاهير، تحليلات القانونية والفضائح اللي كتمس المجتمع بأسلوبنا الخاص، وغادي نعتمدوا على الصور والتعليق الصوتي اللي كيحميه القانون. حنا ما كنحرضوش، حنا كنحللوا الأفعال ماشي الأشخاص. هاد القناة ديالتكم، وبدعمكم غادي نرجعوا أقوى من الأول. إلا كنتو كتيقوا في قضايا مغربية 24 وبغيتونا نكملوا في فضح المستور، خليو ليا قلب في التعليقات وبارتاجيو هاد الفيديو على أوسع نطاق. راه القوة فيكم نتوما ماشي في الإنذارات ديالهم. كانت معكم خوتكم من قناتكم المفضلة، صوتكم اللي ما كيسكتش.